السلام عليكم باشا. الأزمة دلوقتي في الأندية الشعبية الجماهيرية بقت أزمة عامة. الأندية الشعبية الجماهيرية كلها دلوقتي بقت بتعاني في ظل الظروف اللي احنا فيها. هناخد مثل صغير وهو نادي الاتحاد السكندري، نادي عريق وكبير ومن أهم الأندية اللي موجودة في اسكندرية، ويعتبر نادي الجماهيري في اسكندرية. يعني في اسكندرية لو اتكلمت على جمهور ولو اتكلمت على حد بيساند فريق وجمهور قوي فعلا هو جمهور نادي الاتحاد السكندري، ودي حاجه معروفه وحاجه يمكن ثالث نادي شعبي بعد اهلي وزمالك هتلاقي الاتحاد السكندري. ولكن في مشكله كبيره جدا بعد اعلان محمد مصلحي ان هو مش راجع تاني وتصميمه على عدم الرجوع، بقى في حاله من الفوضى، والفوضى دي بدات تظهر كتير جدا. وطبعا معروف يعني راجل كان بيسند وكان شايل شيله كبيره وكان شايل تركه وحمل تقيل. دلوقتي الموضوع بقى مختلف تماما، وحتى انت هتلاحظ حتى ان في دروبات بدات تحصل دلوقتي، وبدات تشوف حاجات ما كنتش بتشوفها قبل كده ولا كنت تسمع عنها. اول ما مشى محمد مصلحي والفريق كان موجود هناك في جنوب افريقيا، شفت المستوى المتدني اللي ظهر بيه، وشفنا كلنا فريق كرة السلة الفريق الوحيد اللي كان بيفرح الاتحاد السكندري وجمهوره، واللي كان على طول بيجيب بطولات، وكان عندنا رؤية وشايفين ان فعلا الفريق ده فريق قوي ولاعيبة كويسة، وكانوا بيعملوا مجهود خرافي وجبار، وشفناهم في مباراة وشفناهم في دوري وشفناهم في كاس وشفناهم في حصد بطولات، وعارفين مستويات اللعيبة عاملة ازاي. ولكن كان موجود في وسطهم محمد مصلحي اللي كان بينزل الملعب بنفسه ويجمع اللعيبه قبل الماتش ويبدا يتكلم معاهم ويرفع من روحهم المعنويه ويقدم لهم الدعم سواء كان مادي او معنوي، ويقول لهم ان شاء الله لو فزتوا في كذا وهتاخدوا كذا وهتعملوا كذا. وبالتالي كان في قوه في الاداء، وكنا بنشوف حاجات حلوه جدا بتتعمل في الملعب في كره السله بالذات. النهارده احنا شفنا المستوى اللي ظهر بيه في جنوب افريقيا، وشفنا المباراه اللي خسرها، وشفنا مستوى اللعيبه ولا كانهم لسه بيتعلموا كره سله بشهاده الجميع وشهاده العمالقه في اللعبه. مش هو ده الفريق اللي احنا شفناه قبل كده، ومش هو ده الفريق اللي احنا شفنا مستواه، ومش هي دي اللعيبه اللي كانت مكسره الدنيا قبل كده، مش هي دي ابدا ولا هو ده مستواهم. مش هقول لك عشان غياب محمد مصلحي بس، هقول لك ان العامل النفسي، العامل المعنوي، الدعم المادي مهم جدا لاي حد بيلعب كوره في اي لعبه. طالما في حد في ظهرك، طالما في حد واقف جنبك، طالما في حد بيدعمك سواء ماديا او معنويا وبتلاقيه جنبك في كل حاجه، فالحقيقه الواحد ما ينكرش ابدا ان دور الحاج محمد مصلحي دور كان مهم جدا، ويعتبر الباب اتكسر، وانت هتشوف كتير جدا وهتقابل كتير جدا الفتره اللي جايه.